أعتذر منكم. طيب لا بأس، بارك الله فيكم. أستاذ حسين افتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيعي أم سني؟ شيعي عزيزي. طيب اليوم عندنا في التوحيد، عندك سؤال ولا نسألك؟ والله عندي سؤال في التوحيد إن شاء الله. يلا تفضل. توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله. طبعا بما أنه يعني السؤال المثبت هو عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالسؤال: ابن تيمية يصحح رواية الشاب الأمرد في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس عفوا منك، فقط ثانية. لا تترحم، لأنك هذا الترحم تقية ولا تشغل تقية هنا. تفضل. أنا كل على ما أنت عليه. أنا شيعي موحد صرخي وما عندي مشكلة بالترحم. صرخي. ما عندي مشكلة بالترحم. صرخي. دقيقة. الآن يا عزيزي. لا دقيقة. أمرد وبلا لحية، فلماذا يحرم عليكم حلق اللحية؟ تفضل. هذا شوف، لا تخليني أنزلك وأساعدك مرة ثانية. هذا سؤالي أستاذ. بس لا تخاف من الصرخية وجاوب. لا ما لا دقيقة يا أخوان، هذول الصرخية فقط دقيقة. يا أخوان هذول الصرخية فقط دقيقة. انزل يلا. الآن راح أسوي لك دعوة، أو أتمنى اللي بالبث يسجلون. راح أسوي لك دعوة نتناقش بمسألة الشاب الأمرد، تمام؟ وبعدها يعني أو يكون حوار بيني وبينك بالتوحيد، تمام؟ أنا أدور. يلا أستاذي يكون حوار علمي. إن شاء الله حوار علمي. تمام؟ إن شاء الله حوار علمي. والقضية ليست هي مباراة أو إنما هو إحقاق الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر. القضية معكم مباراة وجلد وشخصنة. القضية معكم لأنكم ناس دجلة، يعني كفر عليكم لعنة الله. تفضل يلا. يعني أنا كافر هسه بنظرك؟ كافر. أي كافر. شنو الدليل؟ كافر ومخلد في النار لأنك منافق. شنو الدليل؟ تفضل يلا. شنو الدليل إنه أنا كافر؟ لأنك أصلا ما تعبد. أنت ما تعبد إله، فمن تعبد إله بعد ذلك تكون مسلم. أنا ما أعبد إله. أنت تعبد الرب الشاب الأمرد الجعد القطط. اسمع يا عزيزي، الآن هذا الأمرد اللي بلا لحية لماذا يحرم عليكم حلق اللحية؟ اتفضل. والحديث صحيح، صححه ابن تيمية، وإذا تريد أعطيك المصدر أعطيك. اغلق المايك. جيد. يعني احنا نثبت بالبداية. اغلق المايك. مو سألت. اغلق المايك. نثبت بالبداية بأنه أنتم تكفرون المسلمين. هاي نثبتها بالبداية. تمام. انت الان مو قلت لي سأل سؤال؟ لا يعني اريد اثبت هاي القضيه. انتم تكفرون المسلمين. استاذي انت اصلا يا اخوان اغلق المايك. طيب خلي اخر مداخلتي. نعم انا الان ثبتت امام الكل ان لا اله الا الله. ثبتت امام الكل بانه انت تكفر. انتم تكفرون الناس. وانت تكفر. شيخ محب لاس صعدوا شيخنا صعدوا. احد ينزل يا اخوان. صعدوا. مين نزلوا؟ مين؟ الله يبارك فيكم. خليه محب الدين عنده إشراف تام، هو اللي يكتم وينزل، لما ينتهي منه ينزلوا. الله يبارك فيكم، لا تتدخلوا. صعدون. احنا نظل نازلين صاعدين. لا تبربر كثير استاذ، لا تبربر كثير. انتم عندكم البخاري والبخاري ساقط علميا. البخاري ساقط علميا. الان اثبت انت دينك يا عزيزي. اثبت دينك الباطل. انت تخالف القرآن. اثبت اصول البخاري حتى يصح دينك وعقيدتك. انتم مجسمه وتكفرون الناس. يا سلفيه انظر. لا تكتمني. اذا انتم شجعان لا تكتمون. يا سلفيه. يا اخوان فقط اسمع. الشيخ البخاري باطل، وانتم تاخذون دينكم من البخاري وتكفرون الناس. انتم اصلا ما عندكم دين، اصلا صلاتكم باطله، عقيدتكم باطله، وتجسمون. الان قبل قليل تقولون باليد الحقيقيه، وهذا تشبيه وهذا تجسيم. افهم يا والله اقسم بالله العظيم لو انا مش في بث الاخت حنان لأسمعتك كلام ما يخليك تنام الليل. والله لو ما أنت في بث الأخت حنان وخايف على البث، والله لأسمعتك كلام ما يخليك تنام الليل. ولكن احتراما للأخت واحتراما لأهل السنة في البث
انت لقيط اصلا، انت لقيط فكريا ولقيط في المعتقد، ثم تأتي انت ايها القزم الحقير لتتطاول على الامام البخاري رحمه الله تعالى، وفين ناخد دينك وفين ناخد دينك.